السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي ان شاء الله النهارده هنعمل حاجة حلوة بلفة جلاش ومحشية بالكاستر. يقولوا عليها دفتر القاضي او بيسميها المكشكشة. هنعمل ايه؟ نعمل الحشوة الاول. ده نص كيلو لبن، يعني كوبايتين من الحليب. هجيب كاستر عليهم كده المعلقة الكبيرة دي معلقتين ونص كده كفاية، وادوبهم كويس على البارد كده قبل ما اطلعها على النار. وعلشان اخلي الحشوة بتاعتي غنية كده وكريمي، عندي وش اللبن قشطة محوشة من وش اللبن حوالي معلقتين، تخلي لي الكاستر طعمه لذيذ وكريمي. انزلهم كده برضو ادوب حلو واطلع على النار واقعد ادوب فيها بالمضرب كده، ايدي عليها على طول لغايه ما ايه تتقل، بس تبقى كريم يعني مش تقيله قوي. ودلوقتي وهي داخله تسخن كده قبل ما تتقل، عندي مكعبين شوكولاته بيضه انزلهم عليها يسيحوا معاها في السخونيه دي برضو، وده اختياري، عندك ما عندكيش خلاص. خلاص غليت اهو، بصوا خفيفه لانها لسه هتخش الفرن كمان وهتتقل. مش عايزه الكاستر يبقى تقيل ومكلكع كده، هسيبه على جنب كمان، كل ما بيقعد بيتقل شويه. سيبه على جنب وابتدي اشتغل في الجلاش. وجبت لفه الجلاش وعلى الصينيه كده بشوف مقاس الصينيه بتاعتي واقص الزياده. انا قصيتها دي، ما طلعتش في الفيديو، قصيتها والزيادات دي هتبقى في النص. بعد كده احطها في الفوطه واقفل عليها علشان ما تنشفش. اجيب الصينيه اعدلها واجيب السمنه في الصينيه وادهن الصينيه بتاعتي كده كويس، وبالجناب حب ورقتين ورقتين، واحط كده في الصينيه وعشقها كده كويس. وكل طبقتين ادهن بالسمنه، اجيب غيرهم. وانا ليه بعمل كده؟ علشان اعمل ارضيه كويسه احط عليها الكاستر بتاعي اللي انا عملته او الحشو. طبقتين كمان وبالسمنه وادهن. اجيب الحشوه بتاعتي اهي وانزلها كده في النص واساوي كده. ولو تلاحظوا ان انا مكبره شويه الورقه بحيث انها تبقى عامله زي سور كده يحاوط الحشوه ما تطلعش بره. وبعدين اجيب برضو ورقتين. انا عندي الورق اللي اتقص بقى، دي الورق اللي اتقص اللي كان زياده هجيبه واحطه كده وافرده كده اهو، اغطي بيه الحشوه دي عشان اكشكش الورق بعد كده واحطه عليه كده اهو. وادهن سمنه وبعدين اجيب الورق بتاعي اللي انا ظبطاه وابتدي اعمل المروحه، شكل المروحه اللي انتوا عارفينه واللي كنا بنعمله في المدرسه واحنا صغيرين. واروح جايه هنا اهو وحطها كده موقفاها، اجيب غيرها وابتدي اتني كده، وما تخافوش من اللي بيتقطع او اي حاجه، واكمل نظام المروحه واجيبها واوقفها كده جنب اختها. وهكمل بقيه الورقات كلها اهي بنفس الطريقه، واكمل لغايه ما املى الصينيه. ودلوقتي يا حبايبي اهي خلصت الصينيه كلها.
اروح جايبه بقيه السمنه بتاعتي وكويس واسقسق حلو قوي بقى من فوق كده. اخلي السمنه ايه تتخللها كويس عشان هي دي اللي هتخليها تورق. ودلوقتي الصينيه خلصت اهي، حطيت السمنه كويس، شغاله الفرن بقاله 10 دقايق، هحطها فيه تحمر من تحت، اطفي واروح مولعه الشوايه، وبعد ما تخلص هطلعها ونسقيها بالشربات. ودلوقتي يا حبايبي طلعت من الفرن ما شاء الله، شايفين شكلها جميل. ابتدي بقى هي سخنه والشربات يكون بارد. الشربات ده انا عملته معاكم قبل كده، عباره عن كوبايه ونص من السكر، كوبايه ميه، نص عصره ليمونه، واحطهم على النار. اول ما تغلي اوطي عليها 5 دقايق، اروح طافيه عليها وركناها، بيطلع شربات زي ما انتم شايفين حلو كده. وطبعا بحط الفانيليا في الاخر عشان يبقى ايه ريحتها زهره وايه وجميله. وبعد كده اجيب كده بالفرشه واملس كده الشربات. يا حبايبي خلصت سقيتها بالشربات كويس. ابتدي بقى اي مكسرات عندك تحبيها، ده سوداني مجروش. دلوقتي حبايبي هديت شويه، قطعت جزء منها. بسم الله. جميله ومقرمشه وحلوه، تاكلوها بألف هنا وشفا. جربوها، لذيذه جدا. انتم بصحه وعافيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.